تاني يا كل ما تعلم. عمّة جوزي جُه لي على غفلة كده زي ما حضراتكم شُفتوا بالضبط، فضلت أجري، ولازم طبعًا أوجّب بيهم علشان خاطر جوزي، وكمان علشان خاطر أنا باحبهم جدًا وما باحبش أقصّر في واجب أي حد أبدًا. جريت طبعًا على الجُرن المنقذ بتاعي زي ما باقول لكم كل مرّة، بُصّوا دبحت دكر بَط حلو محترم كده، وطلّعت بقى فراخ كنت مكفّرزاها عندي في الفريزر، ربنا يوسّع علينا وعلى الناس كلّها يا رب اللهم آمين، لازمًا تبقي جاهزة كده من كل حاجة، لازم بيتِك يبقى مليان بالخير وربنا يوسّع علينا وعليكم كلّكم. عاوزة أقول لكم لو مش الجُرن ده والله العظيم بُص هيفرق معايا كتير جدًا، جدًا، إنّما يعني الحاجة بتبقى عندي في الجُرن ما باشيلش هَم أي حاجة، ما باشيلش هَم أي ضيف يدخل عندي، أي مناسبة تحصل عندي، على طول بابقى الحمد لله متطمنة وربنا مريّح قلبي كده إن أنا بيتي مليان بالخير، ربنا يوسّع علينا وعلى الناس كلّها يا رب العالمين. قُلت لكم بقى إن أنا رُحت جري هناك وبسرعة كده زي ما أنتم شايفين بافتح البطاية وبانضّفها، نضافة كاملة جدًا، جدًا وفظيعة، بُصّي وتسلم إيديّا بصراحة وتسلم كل إيدين كل سِت. نضّفتهم طبعًا وغسلتهم في الدقيق ونقعتهم في الدقيق والليمون وشوية جنزبيل بيودّوا ريحة الزفارة، وهنا كنت باولّع على الفراخ باعملها بطريقة حلوة جدًا وبسيطة، لو جرّبتيها بنفس الطريقة بتاعتي هتعجبِك إن شاء الله. وهنا كنت باشوّح البطاية، باشوّحها حوالي ساعة إلا ربع من غير يعني حوالي في كوباية نُص كوباية مَيّة، وباسيبها كده حوالي ساعة إلا ربع، وبعدين بازوّد لها مَيّة باغليها على الكاتل. الفيديو جميل ولذيذ وفيه حاجات حلوة كتير علشان تستفادوا منها، وكمان عاوزاكم تنوروني وتروحوا تشوفوا هناك الفيديو كامل، لسه نازل حالًا دلوقتي على قناتي من اليوتيوب من مطبخ آمال وملك. أتمنى الفيديو يعجبكم، أتمنى كمان إني أكون ضيفة خفيفة على قلوب حضراتكم، ولو أول مرة بتشوفوني علشان خاطري ما تنسونيش في الاشتراك الجميل، بصوا حتة كومنت حلو كده وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا اللهم امين. اللايك يا جماعة بعد اذنكم. ده كان شكل الاكل بعد ما خلصته، شايفين الحلويات زي ما بقول لكم ربنا يحسن ما بين ايدينا اللهم امين. حبوا المطبخ علشان هو يديلكم كل طاقته ويديلكم كل الحاجة الحلوة اللي عنده. متشكرة جدا ليكم واستنوني في فيديو جديد والسلام عليكم.